بيكم مكملين مع بعض سلسلتنا تصحيح مسار. مين ماشي معانا الرحلة من الأول؟ مين بيراجع كل شوية نيته؟ مين بيحاول يراجع نفسه ويقف مع نفسه كده وقفة كده صادقة ويقول لنفسه أيوة أنا لازم أتغير هنا، أيوة أنا لازم من هنا أتحمل المسؤولية في الحتة دي؟ مين ماشي معانا؟ خلصنا السعي، بقالنا 3 حلقات بنتكلم عنه. تعالوا النهاردة ندخل في موضوع جديد. ناس كتير عندها إحساس مشاعر الخذلان. أنا ده ما كانش ظني في ربنا، أنا كنت بجد عندي ظن في رب، أنا بطلت أتفائل، أنا بقيت خايفة أعشم نفسي، خايفة أحلم، خايفة كده أقول حاجة، لأن أنا بصي كل اللي شفته في حياتي خذلان، مفيش حاجة كده تمنيتها وحصلت. ناس كتير بتعيش خذلان، سواء من ربنا إن هي كان عندها عشم وظن معين ما حصلش، أو من أشخاص في حياتها حبتهم وادت لهم وفي الآخر هم خذلوها. تعالوا النهاردة نتكلم في نقطتين مهمين، نحاول ان احنا نصلح فيهم المسار بتاع افكارنا، بتاع نظرتنا، بتاع سلوكياتنا فيها، او الطريقة اللي احنا بنتصرف بيها علشان حياتنا تبقى احلى ونبطل كل حاجة نقول ليه يا رب كده. طيب اول حاجة تعالوا نفرق ما بين التوقعات وما بين حسن الظن بالله. يعني ايه؟ اللي بنقع الحته اللي بتعمل لنا خذلان هي الفخ ده، اني مش عارفه ايه الفرق بين اني اتوقع والفرق من اني احسن الظن بربنا. طيب تعالوا نتخيل مثلا ان واحده تكون عايزه تنجح، فبتعمل مشروع معين، فهي قاعده تتوقع فتقول ايه؟ انا ان شاء الله باحسن الظن في ربنا، ان شاء الله انا هبيع عدد مثلا من المنتجات بتاعتي، مثلا بتعمل لبس، هبيع مثلا كذا قطعه هيجيلي منهم مكسب كذا، وان شاء الله بقى هسافر واعمل بيهم بقى الفسحه اللي انا نفسي فيها بقى ان شاء الله بجد وربنا هيرضيني. فهي بتعمل كده متخيله ان انا كده باحسن الظن بربنا. انت هنا في حته التوقعات، انت هنا عماله بترسمي لربنا سيناريو. ولكن حسن الظن، ظني فيك يا رب انك هتوفقني في شغلي، هتفتح لي يا رب فتح مبين، هتديني يمكن اكتر من اللي انا بتمنى، ظني فيك يا رب ان انت هتديني رزق كل احتياجاتي، كل اللي انا نفسي فيه، ظني فيك يا رب انك هتديهولي وهتخليني احققه واعمله، عشان انت كريم يا رب، عشان انت ما بتضيعش اجر يا رب اي حد بيشتغل. فاكرين لما قلنا قبل سلسله رمضان عملنا الحلقه بتاعه خليك مرن؟ قلنا بلاش نرسم لربنا الطريق، بلاش يبقى عقليتنا بلاك اند وايت، او ان انا محدده، انا عايزه الحاجه دي يبقى ده الطريق اللي هيوصلني ليها. فانا عايزه اسافر السفريه دي، عايزه احوش الرقم ده، عايزه اتجوز حاجه معينه، فانا رسمه طريق معين بعقليتي، فانا توقعت ان ربنا هيوصلني للحاجه دي بالشكل اللي انا رسمته. فلما ما بيحصلش، بيحصل لك خذلان، بيحصل لك زعل. ليه يا رب حصل كده؟ ليه يا رب ما عملتليش ورضتني وخلتني؟ ما انت قلت يا رب ادعوني استجب لكم، ما انا قلت ليه؟ لكن انت مش فاهمه انك اللي ليكي تحسني الظن انك تاخدي الحاجه اللي انت عايزاها. ربنا بقى اخدك من طريق الف، من طريق ب، من طريق س، مالكيش دعوه. ربنا بقى كان شايف انك توصلي لده النهارده، لا كمان اسبوع، 10 ايام، بعلمه سيبيه، هو احسني الظن ان هو هيوصلني ليه في الوقت المناسب وهيديني الحاجه اللي انا عايزاها. لكن الطريق وشروطه ورسمته سيبيها بقى على ربنا. يبقى دي نقطه مهمه، بلاش تقعي في الفخ ده. طيب النقطه التانيه او الحاجه التانيه اللي بتخلي عندنا خذلان برضو من ربنا ومن الناس، حتة العطاء، اني مش ظابطة العطاء بتاعي. طيب تعالوا نشوف، مش ربنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طب ما أنا يا رب كنت كويسة، وأنا يا رب اديت حاجات كويسة، ده أنا كنت زوجة صالحة وفي الآخر اتغدر بيا، ده أنا كنت جدعة وفي الآخر ما لقيتش اللي يقف جنبي، الله فزعل من ربنا برضو. طب تعالوا نشوف ايه اللي احنا ممكن نكون بنعمله غلط. هل لو سألتك الحاجة اللي انت عملتيها دي رقم 1 كنت عاملاها من دايرة قوة ولا من دايرة ضعف؟ عطائك كان عشان انت انسانة قوية ومعطاءة، ولا عشان اللي على السيرفس اني قوية ومعطاءة بس جوه في معاميق عالمك الداخلي زي ما اتفقنا انا اصلا عندي خوف من الوحدة،
انا بدي عشان خايفه الناس تبعد عني، عشان انا مش محبوبه، عشان خايفه الناس ما تحبنيش، عشان عايزه لو احتجت حد الاقيه. الحقيقه اللي مدفون جواكي انك بتدي عشان انت خايفه، عشان عايزه اخد حاجه، عشان خايفه الناس تبعد عني. ده عطاء طالع من دايره ضعف مش من دايره قوه. ده العطاء اللي هياخدك للخذلان، لان انت اسستي علاقاتك غلط، وانت اللي عودتي الناس على كده. انت اللي اسستي لي علاقتي معاكي انها على مصلحه، اني هاخد منك مصلحه. انت اللي عودتيني انك شمعة عماله ادي بلا حساب وبلا حساب وانا مش مهم. فلما جيتي تقولي انا موجوده انا عايزه، كله بيبص لك كده، ايه ده ايه ده ايه ده، لا احنا متعودناش على كده. فبمشي واسيبك، لان انت من الاول اللي اسستي لي العلاقه غلط، انت اللي عودتيني على كده. فما تجيش دلوقتي بقى تغيري الحسبه وتغيري المعادله وتغيري بقى العلاقه. انا لما دخلتها على الاساس اللي انت سحبتيني وجبتيني فيه. يبقى اوعي تخلي عطائك او اي حاجه بتعمليها في حياتك، مش بس العطاء، اي فعل في حياتك، اوعي تخرجي من دايره ضعف، اخرجي دايما من دايره قوه. فاروح اشوف مثلا لو عن مثال العطاء في العلاقات، روحي صلحي الصوره الذاتيه بتاعتك، روحي حبي نفسك وتقبليها، روحي اشتغلي على خوفك من الوحده. اعمل ايه؟ نرمين قلنا اروح اتعلم واشوف وعي واقرا وادور واحل مشاكلي. طيب في ايه يا جماعه انا لما قعدت تدبرت فيها لقيت ان هي رائعه وبتقول او بتعمل المعنى اللي احنا بنقوله النهارده ده. عارفين الايه لما ربنا قال لنا انه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. طيب لما اهلي يبقوا عندي اعمل ايه؟ فاخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيره. تعالوا بقى نتدبر ونشوف بقى ازاي ربنا بيطلب منك العطاء من دايرة قوة. اول حاجة ربنا حطك في وضع قوة، فكرك وفكرك ان انتوا في قوة اما يبلغن عندك الكبر، يعني هما دلوقتي في وضع ضعف وانت اللي في وضع قوة هما عندك. يبقى بدأ انه حطك في وضع قوة. فاخفض لهما جناح الذل. منين بقى الذل؟ دي كلمة كبيرة قوي. ايه ده عقلي ذل؟ في عقول مش هتتقبل، في علاقات مع اهلها ممكن اكون مع اهلي ملهمش رصيد عندي ان انا لدرجه اتقبل كلمه ذل. كلمه كبيره للعقل، ممكن عقلي يرفضها يقاومها. بس على طول قالك من الرحمه. هو الشخص يا جماعه اللي بيرحم ده القوي ولا الضعيف؟ لو انا في ايدي ارحم حد يبقى انا قويه ولا ضعيفه؟ يبقى انا اللي عندي قوه، فعندي اني ارحم. يبقى ربنا بدأ بقوه ونهى بقوة وحط لك في النص الفعل اللي عايزك تنزل فيه. انزل، اخفض جناح الذل، بس حطك طلعك من دايرة قوة. حتى لما ربنا طلب منك البر وطلب منك تنزل واهلك يستاهلوا تبقى تحت جزمتهم، ما خرجكش من دايرة ضعف، خرجك من دايرة قوة، ما خرجكش من ضعف. وعارف بعد ما حطك في القوة عمل ايه؟ وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغير. عشان برضو القوة دي ممكن تقلب بجبروت، ممكن تقلب بقى انك تشوف نفسك بقى انا ليا فضل على اهلي ولا انا لا 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 خالص. كما ربياني صغير. افتكر انك في يوم كنت انت الضعيف وهم اللي كانوا في قوة، فدلوقتي الايام لفت بقوا هم اللي في ضعف وانت اللي في قوة. فربنا مع القوة بيرقق قلبك، بيحنن قلبك، بيوريك برضو ان ايه يعني الدنيا ايه، يعني هي يوم ويوم، يوم انت كنت ضعيف ويوم انت قوي، عشان ما تشوفش برضو نفسك قوي. الآية دي لما تدبرت فيها أنا عجبني جدا جدا جدا. سبحانك يا رب بجد الترتيب وازاي الكلمات وازاي المعنى وصل لنا. ادوا دايما بقوة. طيب انت دلوقتي زوجة صالحة، عايزة اكون لسه بتجوز او انا اوريدي زوجة صالحة. رقم واحد، انا زوجة صالحة اصلا عشان خاطر ربنا، علشان الكون ده ليه قوانين. ما نقص مال من صدقة. الفلوس اللي بحطها هتلف وترجع لي، الاخلاق اللي بحطها هتلف وترجع لي، الجدعنة هتلف مفيش حاجة حلوة هتحطيها في الكون مش هتجيلك. من يعمل مثقال ذرة خير او شر هيشوفها. فاذا انا لما بعمل في الكون ده اي حاجة حلوة، مكارم اخلاق، جدعنة، كرم، اي حاجة، رقم واحد ليك يا رب، علشان انا بحبك وعايزة ارضيك،
علشان انا عايزه اعمل نسخه اقابلك بيها. فيبقى رقم 2 علشان نفسي، علشان بهذبني، علشان بربيني، علشان بطلع مني نسخه حلوه. رقم 3 يا سلام علشان جوزي ده نور عينيا فعايزه ارضيه، ورضاه اصلا بيرضي ربنا. رقم 3 يمكن علشان صاحبتي دي بحبها وليها مواقف، فانا عايزه ابقى جدع عشان صاحبتي. لكن رقم 1 عشان ربنا. رقم 2 علشان نفسي، عشان اضمن ان انا مطمنه انا حطيت في الكون ده حاجه حلوه ربنا هيديها لي، علشان انا عايزه ابقى نسخه احلى. والثالثه عشان الطرف الخارجي. فلما يجي جوزك يغدر بيكي، يخونك، ما يحصليش خذلان واقول عمري راح وليه يا رب، ده انا كنت كويسه وهو ليه. انا ما كنتش عامله رقم 1 ده اصلا علشانك، فانت ما كنتش رقم 1. انا كده كده عند ربنا ثوابي، وكده كده هقابل ربنا وانا رافعه راسي الحمد لله. انا اللي كنت نجحت في اختباري وكنت نسخه حلوه، وانت تلقى بقى مصيرك. انت اللي فشلت في اختبارك وسقطت فيه، انت اللي عملت فعل الغدر والظلم. اذا كل ما هتظبطي المركزيه بتاعتك انها تكون ربنا، فاي فعل بتديه انت بتخرجي من دايره قوه. كل ما هتبصي في اي تغيير بتعمليه انك بتعمليه رقم 1 لنفسك، او فعل حلو عشان انا عايزه اكون حباني، عشان انا عايزه اكون نسخه احلى اقابل بيها ربنا، انت بتطلعي نفسك من دايره قوه. كل ما هتنزلي بتوقعاتك من الناس، كل ما هتعملي وانت عندك مرونه، زي ما قلنا في حلقه خليك مرن، انها جات لي من الشخص ده خير وبركه، ربنا جابها من حته تانيه، انا مرنه، انا راضي استقبلها من اي حته يا رب انت تعملها. هنا مش هيكون عندي خذلان. شوفوا كده مين فيكم عنده مشكله في حته التوقعات، في حته العطاء، في حته اني ادي واني طالعه من دايره ضعف، علشان اظبط اللي انا عايزه اظبطه، عشان اتخلص من مشاعر الخذلان وبطل ازعل من ربنا بقى والومه ليه كده يا رب، وانا اتحمل المسؤوليه وانا اظبط نفسي. فيبتدي اللي بيجيلي واللي بيجيلي من العالم الخارجي اللي بيطلع لي في السكرين بتاعتي يكون مختلف ومشاعر مختلفه. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، ويا رب تكون السلسله مفيده وبتضيف لحضراتكم او بتنور اي كده زي ما بنقول كده لمط كده، بتنور كده حاجات في عقلنا. بشكركم جدا وهشوفكم الحلقه الجايه.